قيمة سوقية للاعبي المنتخب السوري ضد كوريا الشمالية واليابان، وأفضل تشكيلة المناسبة نلعب فيها ضد كوريا الشمالية، وغيابات مؤثرة للقائمة. كل تفاصيل راح تكون بهذا الفيديو بالتفصيل والشرح، ولكن بعد فاصل قصير، فابقوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعي قناة عالم سبورت في فيديو جديد وحلقة جديدة. ولكن قبل ما نشاهد الفيديو بتمنى منكم ما تنسون الضغط على زر اللايك والاشتراك بالقناة، ما باقي شيء بنوصل 12,000 مشترك. طبعا بالأمس تم إعلان عن قائمة منتخبنا السوري لمباراتي ضد كوريا الشمالية ومنتخب اليابان. أنا عملت فيديو وحكيت بس عن الأسماء، ما طولت بالفيديو، فبهذا الفيديو راح اشرح لكم عن رايي الشخصي عن حول هاي القائمه والاسماء المتواجده، وعن قيمه سوقيه للاعبي منتخبنا السوري. قيمه سوقيه حاليا متوسطه، غيابات مؤثره، ونترك عمر خريبين بحاله بيصطفل. رجال ما بحب السفر، رجال نازوق شغل انسات، ما بحب السفر ولا هيك شيء، يدور راحته النفسيه وراحته الشخصيه، والمنتخب ما بيهبه من الاساس. بالنسبه للغيابات، غيابات راح تكون مؤثره عن تشكيله المنتخب السوري، وتحدثت بالفيديوهات السابقه بخصوص موضوع محمد عثمان. قلت لكم محمد عثمان لا مصاب ولا شيء، بس في مشكله صايره بين محمد عثمان والمنتخب. يعني الرجال بالنهايه يمكن ما بده يلعب مع المنتخب السوري، يمكن في حدا من اعضاء الاتحاد السوري ما بده محمد عثمان بيكون موجود، فدائما بيطالعوا حجه انه هو مصاب. اذا هو قبل اعلان عن قائمه باسبوع لعب مباراه في الدوري التايلاندي، شلون وكيف اتصاب ما حد بيعرف. موضوع فيها شغلات نحن ما لنا قدها. بخصوص محمود داوود ايضا لحد الان كل شيء واقف، ويوم اوسو لا مصاب ولا هم يحزنون، وعمر خريبين هاي طبعه كل مرة بيعمل هيك. القيمة السوقية للاعبي المنتخب السوري المتواجدين حاليا ضد مباراة منتخب السوري مع منتخب كوريا الشمالي ومنتخب الياباني. طبعا هاي القائمة بتفرق كثير عن قائمتنا بكاس آسيا الماضية. قيمة سوقية حاليا 12 مليون، تقريبا 12 مليون ونص، 12 مليون فاصلة 43 ألف. قيمة سوقية نوعا ما متوسطة. أعلى لاعب قيمة سوقية بين هؤلاء اللاعبين هم خليل الياس ب3 ملايين، توبياس القاضي 1,800,000، عمر السومة 1 مليون. وأيضا ما ننسى أنه غياب عمر الخريبين أثر كثير على القيمة السوقية، غياب أيهم أوسو أثر كثير عن القيمة السوقية. فأنا بصراحة الرأي عن هاي القائمة قائمة جيدة جدا، وإن شاء الله بنحقق فوز ونتأهل. نحن لأول مرة عم نشوف هيك قائمة مكونة من عدد من لاعبين الشبان مثل مكسيم الصراف، توبياس القاضي، محمود الأسود، يعني لاعبين الشبان لهم مستقبل. فيكتور كوبر راح يعتمد عليهم. إبراهيم عالمة خلص قصوا له جناحه من المنتخب، قطعوا له الكرت وخلص ما راح يكون موجود مع المنتخب السوري. لولا إصابة أيهم أوسو لما شفنا تواجد عمرو ميداني، وانا بتوقع انه عمرو ميداني ما راح يلعب الا اذا ايميليانا امور ما لحق المباراه ووجه متاخر، فما في غير عمرو ميداني هو بيلعب. غير هيك ما في اي شيء بيخلي عمرو ميداني بيلعب اساسي. وبنعرف كلنا اللاعبين اساسيين لاعبين احتياطيين. في ناس كثير بتقول لك محمد عنز شو جاوب ما بعرف شو، هو كمان بس لكمالة العدد، يعني تكملة الأسماء فقط. عودة العقيد لحالة بتكفي وبتوفي. عقيد السومة راح يقود خط هجوم منتخبنا. يا أخواني وجود سومة بالمنتخب كتير ممتاز، لاعب هداف، لاعب يسجل لك أهداف من كرات راسية، كرات ثابتة حرة مباشرة، تسديدات من خارج منطقة الجزاء. راح يكون ثنائي قوي مع إبراهيم يسار. أنا بتوقع أنه هو عمر السومة وابراهيم يسار هن راح يكونون اساسيين. من
ما عندنا شيء انه عمر خريبين عمل هيك وعمل هيك. يا اخواني عمر خريبين رجال متفق مع اخوه وضلعه فادي دباس انه اذا كانت مباراه منتخبنا السوري بعيده انا ما فيني اروح، انا بتحسس، انا بتوجع، انا بتألم من روحات، سفر طويل انا ما بدي هيك، مسوي عقد متفق معاهم. فخلص السوري خريبين وخلينا نركز على المنتخب حاليا. وانا بشوف انه التشكيله المناسبه نلعب فيها ضد كوريا الشماليه. راح احكي لكم حسب اللاعبين المتواجدين واللاعبين الجاهزين لهي المباراه. طبعا في حراسه مرمى بتوقع بنسبه 90% كوبر راح يختار ستيفان جليل. كوبر راح يختار ستيفان جليل. ثنائي قلب الدفاع من المؤكد بيبدا بثار كروما وعمرو ميداني، بس انا بتوقع راح يكون ايميليانو امور بدال عمرو ميداني. يعني دفاع كروما وامور. على اليمين ما في غير عبد الرحمن ويس، هو الحاجز المكان، هو يعني دائما بكل مباراه للمنتخب السوري بنلاقيه هو وصلعته اول واحد متواجدين. يسار عجان. خط الوسط ارتكاز ايزاكيل عم وخليل الياس، ما في حدا احسن منهم. محمد العنز والمار ابراهام هذول راح يكونون احتياطيين للياس وايزاكيل العام. وبالنسبه للاجنحه فالجناح اليمين محجوز للاعب داليهو. داليهو راح يكون اساسي بمركز جناح اليمين. بالنسبه لمركز جناح يسار في عندنا لاعبين، في عندنا عمار رمضان، في عندنا فهد اليوسف، بالاضافه الى محمود الاسود. فانا بتوقع انه كوبر راح يختار محمود الاسود ليكون في مركز جناح اليسار واليمين داليهو. في الهجوم ابراهيم يسار راح يكون لاعب حر، يعني خلف المهاجم، بيتحرك بين خطوط الدفاعيه للمنتخب الكوري، ومهاجم ثابت صريح هو عمر السومه. ووجود عمر السومه بالمناطق الخلفيه للمنتخب الكوري راح يسبب مشاكل للدفاعات الكوريين، ما راح يخليهم بيتقدموا الى وسط الملعب. يسار متحرك وسومه ثابت. فانا بشوف هاي افضل تشكيله بنلعب فيها ضد كوريا الشماليه حسب اللاعبين المتواجدين. وانتم يا اخواني شو رايكم عن هاي التشكيله انا تحدثت عنها؟ هل هي مناسبه ام لا؟ اذا عندكم علامه استفهام اكتبوها في التعليقات. انا عم بعطيكم رايي وانتم كمان اكتبوا ارائكم بالتعليقات، بس اراء بيكون يعني باسلوب حلو، يعني مو والله بتنتقدني على اساس انه هاي تشكيله انا حكيت عنها هي الاساسيه بتحكي من عندك وبتقول عني ما بتعرف شيء ولا هيك شيء. اكتب رايك باسلوب محترم، باسلوب رياضي. يعني انا عم بحكي لك عن رايي فقط لا غير. وفي ناس بتقول لك احتمال محمود داوود بيجي ولا ما بيجي. حاليا لا، هاي القائمه، بس بعد مباراه كوريا واليابان ما بنعرف شو بيصير، هو ولا ايهم وسو. وبتمنى توفيق للمنتخب السوري، بتمنى انه نكون دعم للمنتخب السوري. خلص اسماء عرفناها، ما في داعي بنحكي لبكره الصبح. هذا هو الموجود. لايك والاشتراك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.